المغول قوة جاية من أقصى شرق الأرض، مش جاية تتفاوض ولا حتى جاية تحكم، لكنها جاية تبيد وتحتل البلاد. قوة لو دخلت مدينة بتخليها كأنها ما كانتش موجودة أصلا، لا رحمة ولا توقف ولا حتى في فرصة للنجاة. العالم الإسلامي وقتها كان واقف قدام إعصار كبير جدا اسمه المغول. إمبراطورية المغول بتتمدد بسرعة مرعبة جدا، وكل ما توصل لمكان تسيب وراها تاريخ بيتقفل بالعافية، من خراسان لحد روسيا، ومن بلاد ما وراء النهر لحد أبواب بغداد. المشكلة بقى إن الطريق اللي بيتفتح بس بالقوة مش بالسياسة، والسؤال اللي كان بيكبر يوم ورا يوم هو إيه الحد اللي هيقف عنده القوة دي؟ النهاردة بقى هنتكلم عن الموضوع ده لحد ما نوصل لأخطر نقطة في تاريخ الخلافة العباسية. السلام عليكم وأهلا بيكم في نزهة تاريخية. في نزهة تاريخية بنتمشى في الزمن ونحكي الحكاية. زي ما قلنا قبل كده إن بعد سقوط الدولة الخوارزمية على إيد المغول، الباب انفتح على مصراعيه قدام قوة ما تعرفش الرحمة. المغول وقتها بعد ما أسقطت الدولة الخوارزمية سيطروا على بلاد ما وراء النهر اللي هي حاليا تركستان الغربية، وبعد كده عبروا نهر الجيحون عشان خاطر يشقوا طريقهم فيما بعد لقلب العالم الإسلامي بدون أي مقاومة حقيقية في الوقت ده. من هنا بقى تبدأ سلسلة من الاعتداءات المرعبة من المغول على مدن إقليم خراسان، مدينة ورا التانية بتسقط على إيد المغول، وتقريبا حتى معظم المدن الكبرى في خراسان وقعت تحت سيف المغول. لكن الكارثة ما وقفتش لحد هنا وبس، المغول ما اكتفوش بس بالضغط على العالم الإسلامي فقط، طبعا من خلال غزوهم على الدولة الخوارزمية، لكنهم كمان اتجهوا نحو روسيا. ومن هنا بقى سقطت مدن ضخمة كتيرة جدا في الوقت ده، وكأن الخريطة كلها بتتغير بقوة المغول. وفي الوقت اللي بتتغير فيه الخريطة كلها بقوة المغول، يفكر كده جنكيز خان في لحظة تاريخية فاصلة إن هو هيحط كده لنفسه مجموعة أسس هيشكل من خلالها إمبراطوريته الهائلة مترامية الأطراف. كانت بتضم وقتها دول كتير جدا، منغوليا، شمال الصين، جنوب روسيا، بلاد ما وراء النهر وخراسان. لكن الموت كان أسرع منه، لأن جنكيز خان مات، لكنه لما مات ساب وراه إمبراطورية مترامية الأطراف ل4 من ولد. واحد فيهم مات أثناء حياته كان اسمه جوجي، والثلاثة التانيين بقيت في إيديهم السلطة بعد كده، كان أبرزهم جغتاي وأوكوتاي وتولاي. وعلى الرغم إنه من الثابت أو المعروف إن ولاد جنكيز خان كانوا 4، لكن في روايات تانية بتقول برضو إن هم كانوا 9، لكنه كان بيفضل 4 منهم تحديدا، جغتاي أوكوتاي جوجي وتولاي، ودول بقى اللي قسم بينهم الإمبراطورية وورثهم حكمها فيما بعد. تقسيم جنكيز خان لإمبراطوريته بين أولاده كان استعداد أكبر لاجتياح دول تانية. أبناء جنكيز خان كملوا مسيرة ولادهم بدون أي تراجع، توسعوا أكتر، سيطروا على بلاد جديدة تانية، وسعوا كمان حدود إمبراطوريتهم بشكل مرعب جدا، بدأوا في إيران والصين وكمان أوروبا. لكن الأخطر في كل ده إن عينهم في النهاية اتجهت نحو قلب العالم الإسلامي اللي كانت بغداد عاصمة الخلافة العباسية في الوقت ده. وبالفعل بدأ الهجوم المغولي على العراق سنة 634 هجريا. الخليفة المستنصر بالله أعلن الجهاد في سبيل الله، وبالفعل خرج جيش مسلم كبير جدا التقى وقتها بالمغول قرب التكريت وبالنهر دجلة وجبل حمراوي. المفاجأة بقى الجميلة إن المسلمين قدروا يهزموا المغول فعلا. ترى وقتها بقى المغول إن هم ينسحبوا إلى أذربيجان اللي هم قبل كده سيطروا عليها، لكن المغول ما توقفوش، رجعوا برضو في السنة اللي بعدها يهجموا على العراق مرة تانية. اضطر وقتها بقى الخليفة إن هو يستنجد وقتها بالأيوبيين اللي كانوا بيحكموا طبعا الشام ومصر في الوقت ده، لكن المغول انسحبوا مرة تانية إلى أذربيجان. لكن ورا الكواليس كان في حاجة أخطر من كده بكتير بيستعد لها المغول، اللي هو طبعا غزو بلاد العالم الإسلامي. على الأسف الشديد طبعا كان في الوقت ده في خلافات كبيرة جدا وطاحنة بين القوى الإسلامية، الدولة السلجوقية شوية وكمان الدولة الأيوبية. يعني باختصار مفيد كده صراع داخلي فتح الباب على مصراعيه قدام المغول. طبعا المغول كان بالنسبة لهم عز الطلب انهم يستغلوا الفرصة دي عشان يجتاحوا بلاد المسلمين، وبالفعل دخلوا بلاد السلاجقة، هددوا السلطان، أجبروه كمان على دفع جزية. ومن هنا بقى بدأ ميزان القوة يميل تدريجيا لصالح المغول، لحد ما وصلوا لمرحلة خطيرة جدا، بقت بغداد وقتها نفسها في مرمى أنظارهم. بعد ما سيطروا على مساحات واسعة جدا من العالم الإسلامي، وصلوا كمان في حدود مباشرة للعاصمة العباسية. بدأت النهاية تقترب، وسقوط بغداد كان بس مسألة وقت. وده بقى اللي هنتكلم عليه في الحلقة اللي جاية. دي بقى كانت نزهتنا التاريخية النهاردة، والحلقة الجاية في نزهة جديدة.